تركية قوية جدا في 49 ثانية. عندنا مؤشر قوي جدا او فيجوال قوي جدا بنقدر نستخدمه في الباور بي اي اسمه جادج ده مؤشر كده شبه مؤشر العربية. لما نجي نستخدمه هتلاقي ان هو فعلا شبه مؤشر العربية. لو احنا جينا نشوف الفاليوز اللي هو محتاجها هنلاقي ان هو محتاج الفاليو او القيمة اللي انت فعلا حققتها والمينيمم فاليو والماكسيمم فاليو والتارجت. لو احنا جينا نديله السيلز المبيعات بتاعتنا على اساس ان احنا حققنا قد ايه فهتلاقي ان هو دايما دايركت بيحط القيمه 25 مليون دي دبل الرقم اللي انت اديته له، فلازم تديله الماكسيمم بتاعك. فانا هقول له انا التارجت بتاعي اللي انا عامله التارجت ده رقم انا ثابت انا حطيته عندي عادي جدا في التيبل بتاعي او بقيمه بداكس هي بتساوي 20 مليون. فانا هاخد التارجت ده واحطه فيه الماكسيمم. فهتلاقي المؤشر عندك هنا 20 مليون وهنا 12 مليون وهتلاقي ان المؤشر بيتحرك معاك. يعني لو جينا نحط هنا سلايسر وجينا نحط في السلايسر ده قيم تخص الكاتيجوري مثلا فهتلاقي ان انت مثلا لو اخترت على فرنتشر فجأة هتلاقي ان القيم هنا بتتغير. ال 20 مليون دي ثابت ولكن المتغير هنا فين الفاليوز اللي انت بتديها له. طيب هتيجي تقول يا باشمهندس انا عايز اعرف بقى نسبة القيمة دي الفاليو اللي هي 3.7 مليون دي من قيمة ال 20 مليون اجيبها ازاي بداكس؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الريل الجاي.